يعني ايه علم نفس وليه هو مهم في حياتنا؟ تخيل معايا كده انت واقف في مكان مليان ناس وبتلاحظ ان كل واحد بيتصرف بطريقة مختلفة. واحد بيضحك، واحد متوتر، واحد باين عليه انه سرحان. عمرك سألت نفسك ليه كل حد فينا بيشوف العالم بشكل مختلف؟ وليه بنحس بمشاعر معينة في مواقف متشابهة؟ هنا بتيجي أهمية علم النفس. لو دي أول مرة تشوفني فأنا الأخصائية النفسية منى شطة، وهنا زاوية نفسية. أشوفكم بعد الفاصل. زاوية نفسية مع منى شطة. ورجعنا لكم تاني، أهلا بكم. يعني إيه علم نفس؟ ببساطة كده علم النفس هو العلم اللي بيدرس السلوك الإنساني والمشاعر والتفكير. يعني بيحاول يفهم ليه بنعمل اللي بنعمله، وليه بنحس بالحاجات اللي بنحس بيها، والأهم إزاي ممكن نتحكم في أفكارنا وسلوكنا عشان نعيش حياة أفضل. ده كلام جميل جدا، لكن ممكن حد يقول ليه وأنا هستفيد إيه من علم النفس؟ وهنا هجاوبك على السؤال. ليه علم النفس مهم ليك؟ أول حاجة هتفهم نفسك. كم مرة حسيت إنك متلخبط ومش فاهم نفسك؟ علم النفس هيساعدك تفهم شخصيتك، هيساعدك تفهم ايه هي اماكن قوتك وضعفك، وليه بتتصرف بطريقة معينة في مواقف مختلفة. هل عمرك لاحظت ان انت بتتصرف بطريقة مختلفة قدام اشخاص معينين؟ ليه مع اصحابك المقربين بتكون على طبيعتك ومع ناس تانية بتحس ان انت لابس قناع؟ الاجابة هنا في علم النفس. تخيل معايا شخص ناجح في حياته لكنه دايما حاسس انه مش كفاية. بيسأل نفسه ليه دايما عندي احساس اني مش ناجح واني محققتش حاجة رغم كل اللي وصلت له. ده مفهوم اسمه متلازمة المحتال، واللي بيخلي ناس كتير بتحس ان هي مش قد نجاحها رغم ان عندها كل المؤهلات. تاني حاجة هتعرف تقرا اللي قدامك. عايز تفهم تصرفات الناس؟ علم النفس بيساعدك تفسر لغة الجسد، نبرة الصوت، ردود الأفعال، وده ممكن ينقذك في مواقف كتير جدا سواء في الشغل أو العلاقات الشخصية أو حتى في الشارع. تخيل إنك في مقابلة شغل واللي قدامك بيسألك أسئلة غريبة. علم النفس هيخليك تعرف تقرا لغة جسده وتفهم إذا كان مرتاح لك أو متردد من ناحيتك. هل لاحظت قبل كده إن في بعض الناس عندهم كاريزما طبيعية؟ السر هنا مش سحر، السر فهم لغة الجسد واستخدامها بذكاء. تالت حاجة هتحسن علاقتك بالناس، سواء علاقاتك بشريك حياتك أو أصحابك أو زملائك في العمل. فهم علم النفس هيخليك أكتر ذكاء اجتماعي، وهتعرف تتعامل مع كل شخصية بالطريقة المناسبة. ليه بعض العلاقات بتنجح وبعضها بيفشل؟ ازاي ممكن نتجنب المشاكل اللي بتخرب العلاقات؟ كل ده له تفسيرات نفسية ممكن تفيدك، هتلاقيها معانا في علم النفس. تخيل انك بتتناقش في موضوع مع شخص عن فكرة معينة، تفتكر ايه اللي هيخليه يسمعك ويركز معاك؟ السر في التواصل الفعال، وده علم كبير كامل جوه علم النفس. رابع حاجة من الحاجات انك هتقدر تتحكم في مشاعرك. يعني لو انت بتعاني من التوتر او القلق او حتى الاكتئاب، علم النفس عنده حلول واساليب هتساعدك تتحكم في افكارك وتخرج من دوامة المشاعر السلبية. هل سمعت عن تأثير الافكار السلبية عن حياتك؟ في دراسات بتقول ان الشخص اللي بيفكر بطريقة ايجابية بيقدر يواجه الصعوبات بشكل افضل، والعلم كمان بيثبت ده. هل انت عارف ان في تقنيات علمية مثبتة للتحكم في القلق والتوتر زي تقنية 4-7-8 في التنفس اللي بتساعدك تهدى في اقل من دقيقة؟ خامس حاجة من الحاجات هتنجح في حياتك وفي شغلك، ان انت تبقى فاهم علم النفس. هتبقى عارف ان انت تتعامل مع الناس ازاي. هل تعرف ان اكبر رجال الاعمال بيستخدموا علم النفس عشان ينجحوا؟ علم النفس بيساعدك انك انت تبني علاقات اقوى وتكون مؤثر في مجالك. ازاي ممكن تستغل علم النفس عشان تقدر تكون اكتر اقناع في الشغل، في المبيعات، في حياتك الشخصية؟ تخيل معايا كده انك بتقدم مشروعك لشركة كبيرة وعايز انت تبهرهم. ازاي تستخدم سيكولوجية الاقناع عشان يسمعوك؟ كده انا جاوبتلك على سؤال ليه علم النفس مهم في حياتنا. ولو محتاج تتأكد اكتر، فعلم النفس موجود في حياتك اليومية. زي مثلا ليه ساعات بناكل كتير واحنا مش جعانين؟ ليه بعض الناس عندهم كاريزما وناس تانية لا؟
ازاي ممكن نكون اكتر انتاجية باقل مجهود؟ هل فعلا في الوان معينة بتأثر على نفسيتنا؟ ليه المحلات الكبيرة بتستخدم الوان معينة لجذب الزباين؟ هل في انواع شخصيات مختلفة وكل نوع له طريقة تفكير مختلفة؟ كل ده بيحصل لنا كل يوم وكل تفسيراته موجودة في علم النفس، هنتكلم فيها في حلقات جاية كتير. وفي النهاية لازم تعرف ان علم النفس مش بس للعلماء والدكاترة، ده لكل واحد فينا، لانه بيمس حياتنا اليومية في كل لحظة. ولو فهمته هتحس ان انت بتعيش حياتك بطريقة اسعد واذكى. فهل انت مستعد تكتشف اسرار عقلك؟ تابعنا عشان تغوص في علم النفس المدهش، وما تنساش تشترك في القناة عشان توصلك الحلقات الجديدة. ولو بتشوف الحلقة على الفيس فانا منتظرة اللايك الجميل منك، ونشير الحلقة لكل اصحابك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.